السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في مطبخ ميري، وإن شاء الله تكونوا بألف خير. وصفة نهار اليوم حلوة الطبقات بالمعجون والشوكولاتة، حلوة اقتصادية وراقية في نفس الوقت بمقادير مضبوطة وطريقة سهلة وبسيطة. حلوة تجي تدوب في الفم، هشيشة وخفيفة. نتمنى تعجبكم وجربوها. خليكم مع المقادير وكيفية التحضير ومشاهدة ممتعة للجميع. قبل ما نبدأ متنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ على بركة الله. سعة الكاس المستعمل في هذه الوصفة 220 مليلتر. نحتاج 4 حبات بيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، كأس سكر عادي، رشة ملح، وملعقة كبيرة ممسوحة فانيلا. نمزج المكونات جيدا باستعمال خلاط كهربائي كما قادرين نستعمل الفوي. حبيباتي ما نبالغوش في الخلط، ماناش راح نحضرو جينواز ولا كروكون، يعني جيست يبدا يبيض ويزيد حجمه نحبس. نضيف كأس زيت، دائما نستعمل نفس الكأس تاع 220 مليلتر. نمزج المكونات جيدا، ولما يتجانس الزيت مع البيض نحبس الخلط ونجيب صفاية ونضيف نصف كأس نشا أو مايزينا تمدلنا هشاشة للحلوى، ونضيف 3 كؤوس فرينة وكيسين خميرة كيميائية. نغربل مليح كل من النشا والفرينة والخميرة الكيميائية. نعاود معاكم المكونات بعجالة. عندي 4 حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ، كأس سكر عادي، رشة ملح، ملعقة كبيرة ممسوحة فانيلا، وكأس زيت. نجمع العجينة، ولخصني الفرينة نزيد. لازم نتحصلوا على عجينة رطبة ونوعا ما طرية ماهيش يابسة. نزيد كأس آخر فرينة ونلم العجينة بهذا الشكل. هنا تبان لي مازالت ناقصة، نضيف نصف كأس آخر، يعني حطيت 4 كيسان ونصف. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه، عجينة طرية ورطبة، يعني هذه الحلوى استعملت فيها 4 كؤوس ونصف. نحط العجينة على طاولة العمل ونقسمها على 3 أقسام يكونوا تقريبا متساويين. تحبوا تديروا عينكم ميزانكم، واللي عندها ميزان توزنهم باه يجيو كامل قد قد. نشكل 3 كويرات ونحطوهم في طبق. نغلف 2 كويرات في كيس غذائي باه ما ينشفوش، ونخلي الكويرة الثالثة نخدم بها. نجيب ورق الطهي ونقصه على قد الصينية اللي راح نطيب فيها الحلوى، ونبسط فوقها العجينة تكون على قياس ورق الطهي. طريقة سهلة وبسيطة. هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه. نهز العجينة بالحلال ونحطها فوق الصينية، ونعمل ثقب بالفرشيطة. هذا المقطع راح لي، ونضيف حوالي 3 ملاعق مربى المشماش. المربى من الأفضل يكون ثقيل ما يكونش سائل. يمكن استخدام أنواع مختلفة من المربى مثل مربى الفراولة أو التين لإضافة نكهة مميزة. نوزع المربى على العجين بالتساوي، ونضيف رشة من الكاوكاو، كاوكاو محمص ومرحي. الكاوكاو كإضافة فقط، قادرين تستغنوا عليه ولا تستعملوا جوز الهند. نهز العجين الثاني اللي كنت طرحته بنفس الطريقة تاع العجين الأول ونحطه فوق الصينية. طريقة عملية وسهلة. ورق الزبدة يساعدنا بزاف وننزعوه بكل سهولة كما راكم تشوفوا. نعمل ثقب بالفرشيطة ونزيد طبقة من معجون المشماش حوالي 3 ملاعق. نوزع المربى فوق طبقة العجين ونعمل رشة من الكاوكاو.
بالنسبة للطبقة الثالثة أيضا نطرحوها بنفس الطريقة، نحطوها فوق الطبقتين الأولين وننزع منها ورق الطهي ونحاول نعدلها بيدي ونجيب فرشيطة ونثقبها من الفوق كامل. وبعد ما نكمل نثقبها ندخل الصينية للفرن اللي كنت شعلته مسبقا على درجة حرارة 160 درجة مئوية. شعللها من تحت، غير تشوفوا الطبقة اللي الفوق بدأت تصفر نشعلها من الفوق تحمر شوية برك ونجبدها. بعد ما طابت الحلوى خليتها بردت وجبت 200 جرام شوكولاتة دوبتها على حمام مائي وضفت لها ملعقتين زيت وحركتها مليح. نفرغ كامل الكمية على الحلوى ونوزعها على السطح. ونرشها بكمية من الكاوكاو. التزيين يبقى اختياري، قادرين تديروا خطوط بالشوكولاتة البيضاء ولا ترشوها بجوز الهند. حط الصينية جانبا حتى تتماسك الشوكولاتة. بعد ما تماسكت الشوكولا نقطع معاكم الحلوى تتقطع بكل سهولة. أنا راح نديرها على شكل مربعات، تحبوا تقطعوهم معينات ولا مثلثات، يعني كل واحدة تقطع على حساب الشكل اللي تحبوا. نكمل تقطيع الحلوى ونتلقى في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي لوصفة نهار اليوم. حلوى اقتصادية تخرج لنا كمية ملاحة تصلح في المناسبات والأعياد. شوفوا الشكل كيفاه، حلوى راقية وتجي هشيشة وخفيفة وتذوب في الفم. حلوى سهلة وسريعة تتحضر في دفعة واحدة، ما تديش منا وقت بزاف. ما بقالي غير نقولكم جربوها، خليولنا آراءكم في التعليقات. دمتم أوفياء للقناة.